السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ تيجي نشوف أزمتنا النهاردة مع العمدة الصعيدي ده، العميد. بيشتكي من سما المصري وعمال يطلع عليها كلام وعمال يقول عليها مش عارف ايه، وعلى اساس هي بتعمل له دعايات وكل شويه تاخد منه فلوس لحد ما قال جملتين كده انا مش هقولهم اصلا عشان انتوا ما تقولوش ايه ده، انت بتفضحي وتعملي. انا طبعا ماسك سما المصري، ضحكت عليا، لهفت الفلوس ومشت، كل شويه تطلب مني فلوس، وما عملتليش دعايات. وراح قايل جملتين كده، انتوا اصلا هتسمعوهم، انا ما اقدرش اطلعها من حنكي، انتوا اللي هتسمعوهم. يلا تابعوا بقى معانا كده لما نشوفوا ايه قصده من الحوار ده، وليه سما مصر مع ان عملت معاه النيه كده. مفيش يلا نيه. بينا. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. صباح الخير. انا عايزه اوضح حاجه. انا يا جماعه ما اشتغلتش في اي شركه عقارات ولا غير عقارات. حكايه ان انا اشتغلت في شركه عقارات اللي هي بتاعه المطاعم ب50,000 جنيه في الشهر مرتب. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. مع ان النيه مفيش نيه. يعني بصوا، رقاصه لفحت الفلوس و... وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية، والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال. صباح الخير. انا عايزه اوضح حاجه. انا يا جماعه ما اشتغلتش في اي شركه عقارات ولا غير عقارات. حكايه ان انا اشتغلت في شركه عقارات اللي هي بتاعه المطاعم ب50,000 جنيه في الشهر مرتب، الكلام ده مش صحيح خالص خالص. اللي حصل ان الراجل كتر خيره لما لقاني لبست الحجاب حب يشجعني على الخطوه، وخصوصا ان انا طلبت في كذا بوست ان انا نفسي اشتغل شغل حلال. الراجل مشكورا عمل فيديو وقال احنا بنرحب بيها هنا في الشركه وهديها مرتب 50,000 جنيه. اللي بيدي المرتبات العالية دي فعلا بيحصل في شركات العقارات، بس بيبقى دي بنسبة. يعني يقول له تشتغل عندي بالشهر، تجيب لي شغل، تبيع لي، تعمل لي مبيعات، تحقق لي مبيعات، بس ما تاخدش نسبة من المبيعات، بتاخد مرتب ثابت. فبيعرض عليه 50 بقى او اكتر او اقل على حسب الشركة. انا بوضح بس حكاية ال50,000 دي بتتاخد في الشركات ليه.
عشان المبيعات. يعني ممكن يكونوا مبيعات بملايين، ولو خد نسبة يطلعوا له أكتر من 50، بس صاحب الشركة بيخيره في الأول. في ناس كتير بتوافق. أنا يا جماعة ما اشتغلتش في أي شركة عقارات سواء المطعني أو غير المطعني. اللي حصل إن الراجل زي ما قلت لكم مشكورا لما قال إن أنا بشجعها على الخطوة دي، وان هي تيجي تشتغل معانا في الشركة وتاخد 50,000 جنيه. الحقيقة احنا اللي تواصلنا، انا اللي تواصلت مع الشركة، لان انا فعلا كنت بدور على شغل. فلما تواصلت معاهم فعلا كان عايز يوظفني بالمبلغ ده، بس قال لي مش هتاخدي كوميشن على الشغل اللي تبيعيه، واتيفر انت بتبيعي بقد ايه. فانا الحقيقه قلت له لا، انا ما ينفعش اشتغل، انا ما بعرفش اشتغل وابقى موظفه واقوم الصبح وكده، انا ما بعرفش ومش هعرف شغل العقارات، انا ماليش فيه، ما اعرفوش، مش فاهماه. فاحنا اتفقنا، كان مقترح ان انا اعمل عنده اعلانات. يعني انت عاوز تفهمنا يعني اللي انت اتضحك عليك؟ امال ازاي تاجر عقارات وازاي بتفهم وازاي بتفهمها وهي طايره؟ ولا انت عاوز تعمل يعني ترند كده وريجي يطلع يعني على حساب ثمن مصري، وثمن مصري ضحكت عليك وخدت منك فلوس؟ هو اصلا في حد عاقل يدفع 50,000 في الشهر؟ ده مرتب. ايه ده؟ مرتب كام؟ ده مرتب يطلع 15 نفر. ازاي؟ وهي كمان هي طلعت قالت انا ما بفهمش في العقارات، هي كانت بتعمل لك دعايه، بس انت باين عليك عاوز تطلع ترند. قمت بقى ايه تشتغل الحبه اللي انت بتشتغلهم دول. انصحك لوجه الله تسكت، عشان إيه انت كده انضحك عليك ولا انت بتعمل ترند انت وهي؟ الله اعلم، الله اعلم. مش كل حاجه ما تحصل تطلعوا تقولوا كذا وكذا عشان تطلعوا ترند، واحنا علينا بقى احنا نصدقوكم، صح كده؟ بالهبل اللي انت طلعت تقوله ده. يعني الهبل ده اللي احنا كده صدقناكم، ان واحدة عشان تتوب وعشان ترجع لربنا وعشان واحد صالح جه قال لها تعالي اشتغلي عشان تاكل لقمة بالحلال، اهو ما اداها 50,000 في الشهر. 50,000. وكمان هي بتعمل لك اعلانات، يعني مش موظفة، هي طلعت قالت كده، هم هيسمعوها دلوقتي وهي بتحكي على حساب شغلها، على المهنة اللي هتشتغلها. طالع تقول رقاصة؟ امال انت ازاي عاوزة تاكل لقمة حلال وازاي انت تقول رقاصة رقاصة ومش عارف تتكلم اصلا؟ يومة الزمار والمزمار في ايده، في ايه؟ ولا بيموت المزمار والمزمار في نعرفش احنا المواضيع بتاعتكم اللي ملهاش اي طعم دي. انت عملت خير خليك معاه للاخر، مش عشان تطلع ترند بقى وعشان تبان بقى تقوم تطلع تقولوا ايه ترموا على بعض بالكلام. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.